مواليد برج السرطان، مرحبا بكم في قناتكم العالم الجميل مع توقعات الفلك والأبراج لشهر مايو 2026. الشهر الذي تتزعزع فيه المشاعر وتتزعزع التوازنات في البداية، ثم تعلمك كيف تتعامل معها في النهاية. تابعونا لآخر الفيديو لتعرفوا توقعات الفلك والأبراج لمواليد برج السرطان في شهر مايو 2026، ولتعرفوا أيام السعد وأيام السعادة والنجاح لمواليد برج السرطان في شهر مايو 2026. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو وإرسال مقترحاتكم وآرائكم. مرحبا بكم في قناتكم العالم الجميل نايس وورلد. نرحب بكم جميعا ونقدم لكم توقعات الفلك والأبراج لمواليد برج السرطان في شهر مايو 2026. شهر مايو ليس شهرا هادئا بالنسبة لمواليد برج السرطان. حتى 16 مايو يساعدك عطارد على التفكير بدقة واستراتيجية، وقبل كل شيء على المدى البعيد. أنت لا تتعامل فقط مع الحاضر بل تنظر إلى المستقبل. حتى 18 مايو يدخل المريخ في وضعية التربيع، وهذه الطاقة قد تخل بتوازنك. ستشعر بالانفعال والحساسية المفرطة، وقبل كل شيء بعزوف كبير عن القيام بالأمور تحت الضغط. تأتي نقطة التحول من 19 مايو، يدخل المريخ في وضعية التسديس ويبدأ التوتر بالتلاشي. بدلا من الانفجارات يأتي الصبر، وبدلا من رد الفعل يأتي العمل الواعي. وتدخل الزهرة برجك مباشرة، يصبح كل شيء أكثر دقة، العلاقات والمشاعر وتصوراتك عن نفسك وعن الآخرين. ما كان متناثرا يبدأ بالترابط، وتدرك أن حساسيتك ليست نقطة ضعف بل هي أعظم نقاط قوتك. كل ما عليك فعله واستغلالها بالشكل الصحيح. على الصعيد العاطفي تطلق العنان لحبك بكل جوارحك، ليس من أجل التأثير بل من أجل العمق. أنت تتوق للأمان والتواصل الجسدي وعلاقة تتجاوز مجرد الكلمات. وجود المريخ في وضع التربيع حتى 18 مايو يثير رغبة جامحة، قد تصل أحيانا لحد الجوع. تتفاعل أسرع مع ما ترغب، وقد تتحول مشاعرك بسهولة إلى الغيرة. سيمر مواليد برج السرطان المرتبطون بفترة تتضح فيها قوة العلاقة. ابتداء من 19 مايو تتغير الطاقة بشكل ملحوظ. وجود الزهرة في برج السرطان يعيد إليه الرقة والحسية والتواصل العميق في العلاقات. لم يعد الجنس مجرد إثارة عابرة بل أصبح تجربة حميمة مليئة باللمس والتقارب والتأمل. مواليد برج السرطان غير المرتبطون فسيتوقفون عن البحث عن علاقات سهلة. سينتقل الانجذاب إلى مستوى يكون فيه الشعور لا الانطباع هو الفيصل. ولهذا السبب تحديدا قد يظهر شخص ما في حياتك يؤثر فيك بشكل أقوى مما توقعت. بالنسبة للجانب المهني، الدقة والاستراتيجية واللحظة التي لا تسمح فيها لأحد بالتشكيك في نفسك. أنت لست صاخبا في العمل لكنك دقيق بشكل خطير. اقتران عطارد مع الكواكب الأخرى يعطيك القدرة على التخطيط والتفاوض وإنجاز الأمور بهدوء لا يملكه الآخرين. ولكن قد يحدث صراع مع السلطة، ليس لأنك ترغب في القتال بل لأن أحدهم يشكك في قيمتك أو عملك أو قراراتك. ليس كل موقف يستحق رد الفعل، وليس كل صراع يستدعي الفوز. ابتداء من 19 مايو يهدأ الوضع. يمنحك اقتران المريخ مع الكواكب الأخرى القدرة على التحمل والسعي وراء أهدافك دون تقلبات غير ضرورية. بالنسبة للجانب المالي، ترتبط الأمور المالية ارتباطا وثيقا بالمشاعر في شهر مايو. لديك حاجة للأمان والاستقرار، ولا خلفية ليست عاطفية بحسب بل واقعية أو مادية أيضا. كن حذرا حتى 18 مايو، قد تنفق أكثر من اللازم بدافع العاطفة. ابتداء من 19 مايو ستتم مقارنة كل شيء. يساعد اقتران المريخ وتأثير الزهرة القوي على إدارة أموالك بذكاء. يجب عليك عدم التصرف بدافع العاطفة، يجب التصرف بحذر وبتفكير عقلاني. بالنسبة للجانب الصحي، حاول التوقف عن تناول اللحوم لفترة ليرتاح جسمك ويتخلص من المواد غير الضرورية في الأمعاء والتخلص من السموم. بالنسبة للجانب الأسري، توتر كان لابد من تفريغه وعودة إلى السكينة التي كنت تنشدها. ستفيدك الأنشطة البسيطة المتعلقة بالرعاية كثيرا
كالزراعة وكمشاركة العائلة في أي نشاط يرتبط بالمنزل. سيريك شهر مايو أن العائلة لا تعني تحمل كل شيء، بل وضع حدود تتيح لك مكانا فيها أيضا. يومك المحظوظ هو يوم 22 مايو، حيث تهدأ الأمور وتبدأ بوضوح. على النقيض، قد يحمل يوم 9 مايو ردود فعل مبالغ فيها وتوتر غير مرغوب فيه. هذه كانت توقعات الفلك والأبراج لمواليد برج السرطان في شهر مايو 2026. أتمنى لكم شهرا سعيدا ناجحا من قناتكم العالم الجميل نايس وورلد. أشكركم وإلى اللقاء.